أورفيوس حب واحدة من النيمفز أو بيقال عليهم الحريات، وكانت اسمها يوريديسي، وكانت طبعا جميلة جدا واتجوزوا. ولكن هيمن إله الزواج اللي جه عشان يبارك لهم الجوازة دي توقع لهم إن الجواز دي مش هتدوم. صباح الفل أو مساء الفل عليكم، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من المسرح الأصلي والأفلام. النهاردة معانا أسطورة رومانسية شوية ولكن نهايتها حزينة. الأسطورة دي هي أورفيوس ويوريديسي. قصتنا بتبدأ بأهل أورفيوس اللي كان أبوه أبولو اللي هو ابن زوس، وكان إله الرقص والمزيكا والهيئة والتنبؤات وشفاء الأمراض، يعني واخد حاجات تانية كتير الراجل مش هقعد أقولهم كلهم بصراحة. والدته كانت كاليوبي، واحدة من 9 آلهة مسؤولين عن العلوم والفنون والأدب، وكان اسمهم ميوزس. وطبعا يا جماعه واحد ابوه وامه كده متوقعين يطلع ازاي يعني. اورفيوس اتعلم من والده الكيثاره، وبيقال انه ما كانش في شيء في الكون يقدر يقاوم الحان اورفيوس الجميله المبهجه حتى الوحوش. اورفيوس حب واحده من النيمفز او بيقال عليهم الحريات، وكانت اسمها يوريديسي، وكانت طبعا جميله جدا واتجوزوا. ولكن هيمن اله الزواج اللي جه عشان يبارك لهم الجوازه دي توقع لهم ان الجواز دي مش هتدوم، وفعلا حصل اللي هو تنبأ بيه ولكن بروايات مختلفة. بيقال إن في أحد الأيام يوريديسي كانت في الغابة مع بعض النيمفز، ولدغها ثعبان سام وماتت فورا. وفي الروايات التانية بيقال إن أريستيوس إله الحرف اليدوية ورعاية الحيوانات الملقب بالراعي شافها هي وأورفيوس وأعجب بيها وابتدى يطاردها. ولكن وسط المطاردة دي يوريديسي داست على جحر التعبان ولدغها برضه وماتت فورا. أورفيوس عبر عن إحساسه بالأسى عن طريق الكسارة اللي كانت معاه، وعزف ألحان كئيبة جدا خلى كل حاجة في العالم تتأثر سواء كانت حية أو لأ، لدرجة إن البشر والآلهة عرفوا بحزنه الشديد ده. ولكن هي بقى دي ولكن اللي بيجي بعدها الكلام الجد كله. أورفيوس جات له فكرة قرر ينفذها، والفكرة دي إن هو ينزل تحت الأرض للإله هيديز حاكم العالم الآخر عشان يقابله هو وزوجته بيرسفوني. وطبعا أي واحد فاني زي أورفيوس كان المفروض يموت، ولكنه كان محمي من الآلهة. ووصل نهر ستيكس اللي بتعدي عن طريقه للعالم الآخر، شاف أشباح وأرواح الناس ما عرفهمش لحد ما وصل لسيربرس اللي ممكن كلكم تكونوا شفتوه في فيلم هاري بوتر، اللي هو كلب عملاق ولكن ب3 رؤوس. وده برضه عدى منه عن طريق ألحانه اللي الكلب كان بيحبها جدا، لحد بقى ما وصل لهيديس وبيرسفوني وقدم نفسه وقال لهم على طلب، وقدر يقنعهم بيه عن طريق برضه ألحانه الحزينة، لدرجة إنه خلى هيديز يتأثر بيها. وهيديز قال له إنه يقدر ياخدها معاه لعالم الأحياء تاني، ولكن بشرط واحد، حبيبته هتمشي وراه وهو خارج من كهوف العالم الآخر، ولكن ممنوع عليه يبص وراه عشان لو بص وراه هتختفي. أورفيوس زي أي حد فينا طيب وغلبان كده ظن إن ده شرط سهل جدا، وقعد يشكر في هيديز وكان سعيد جدا. ولكن أثناء رحلة صعوده لعالم الأحياء ما كانش سامع صوت خطوات يوريديسي، فابتدى يشك إن هيديز خدعه وضحك عليه، ولكنه نسي إن حبيبته مجرد طيف ولازم ترجع لعالم الأحياء عشان ترجع بني آدمة كاملة تاني. ولكن قبل خطوات بسيطة من المخرج أورفيوس فقد الأمل واتلفت عشان يشوف يوريديسي اللي كانت وراه فعلا للأسف، ولكن بنظرته دي رجعت تاني لعالم هيديز للأبد. أورفيوس حاول يرجع تاني للعالم الآخر ولكنه ما قدرش عشان ما ينفعش أي حد يدخل عالم هيديز مرتين وهو حي. وبيقال إنه من بعد كده فضل يعزف ألحان مليئة بالشجن وبيناجي الموت إنه يجي ياخده عشان يجتمع مع حبيبته مرة تانية للأبد. بيقال إنه اتقتل من قبل مجموعة من الوحوش اللي قطعوا جسمه، أو مجموعة من السيدات اللي برضه قتلوه لأنه رفض كل الستات من بعد حبيبته. وفي قصة تانية إن زوس هو اللي قتله عن طريق البرق عشان ما يقولش أسرار العالم الآخر للبشر. وفي القصة دي يقال إن الميوزس احتفظوا براسه عشان يفضل يغني ألحانه للأبد. دي كانت القصة سريعا، أتمنى يعني ما تكونش كانت تقيلة عليكم زي ما هي تقيلة عليا دايما. أنا عارف إن قلت إن هي رومانسية، بس يا للأسف يعني دي رومانسية صعبة شوية. المهم خلينا نبدأ في التحليل ونشوف إيه النقط اللي الأسطورة دي كانت بتسقطها على حياتنا. أول نقطة معانا هي إن الحزن أو الأسى الشديد مش هيرجع لك حاجة. دايما كنت بتمنى العياط يرجع حاجة، يعني طول عمري بفكر يا ريت العياط بيكون بيعمل حاجة، كنت اقعد اعيط من هنا للسنة الجاية. ولكن للأسف يا جماعة مفيش حاجة راحت بترجع، يعني حتى لو كان مجرد فراق أو غربة، لما العلاقات بترجع ما بتكونش زي زمان. فاللي عايز أقوله هنا إن أنت بتوقف حياتك والناس حياتها ماشية، سواء كانوا هنا
او في عالم تاني زي اللي ماتوا. والفكره دي كانت بتشغلني انا شخصيا، يعني الناس اللي ماتت من حبايبنا واهلنا حياتهم عامله ازاي هناك. انا شخصيا كنت بحاول اواسي نفسي واقول على الاقل هم هناك مع حبايبهم التانيين وعايشين حياتهم، حياه احنا ما نعرفش عنها حاجه بس عايشين، وبداوا رحله جديده ومشغولين فيها. وللاسف مفيش غيري انا وانتم اللي واقفين. وللاسف تاني انا بشوف انهم لو بصوا علينا وشافونا مش هيكونوا مبسوطين خالص بحالنا ده، ان احنا موقفين حياتنا واللي سابونا ومشوا سواء كانوا حبايب او اصدقاء برضه عايشين حياتهم. يعني شخصيا اللي انا اكتشفته ان احنا بنوقف الحياه ولكن الدنيا ماشيه، احنا بنوقف حياتنا الشخصيه على فراق حد او ان حد سابنا، ولكن هو سواء مات او عايش هو بيكمل حياته وبيشوف حاجات تانية في حياته، واحنا الحياه بتقف يا جماعه. وده ياخدني لنقطه كده خياليه شفناها في مسلسلات وافلام كتير، وهي النقط الثابته في الزمن. بمعنى ايه؟ يعني ايه نقطه ثابته في الزمن؟ يعني يا جماعه في حاجات من غير ما تحصل مش تبقى انت موجود في الوضع ده. وابسط مثال على الفكره دي حاجه اسمها مفارقه الجد، جراند بيرنت بارادوكس، اللي كانت بتناقش ماذا لو انت رجعت بالزمن عشان تقتل جدك. ببساطه مش هينفع، عشان لو انت عملت كده يبقى انت ما اتولدتش، يبقى انت ازاي جيت وقتلته؟ يا اما انت كده بتخلق خط زمني موازي اهلك وكل حياتك مش موجوده فيه، وانت مجرد واحد ملوش اصل ولا فصل. ودي نفس الفكره بقى في مواقف ونقط في الحياه لازم تحصل عشان هي اللي بتشكل شخصيتنا وبتعلمنا حاجات كان لازم نتعلمها، وما نقدرش نرغي المواقف اللي بتحصل دي. وهي الموضوع ده عامل نفس فكره القدر، ان في اشياء مقدره ليك في وقت معين زي الموت وزي وقت الولاده وحاجات معينه، الحاجات دي قدرها تحصل في الوقت ده، ومحاولتك انك تغير ده ما هو الا محض عذاب. وزي جمله كده من فيلم انسبشن لما كان بيقول له انت تتحول لشخص عجوز مستني شخص من حلم مش فاكر غير نصه وحاسس بالندم. نفس الكلام كده مع صديقنا اورفيس اللي قضى عمره في الحزن على ذكريات حبيبته وقرر ما يكملش حياته، في حين انت لو فكرت ما تعرفش هو يعني حبيبته دي ممكن تكون عايشه وعاشت وقت تاني وعملت حاجات تانية في حياتها التانية دي، معرفش. مع اختلاف معتقداتنا الدينية وأفكارنا كلنا ما تعرفش الحياة الأخرى دي فيها إيه، الناس بتفضل عايشة أو بيتحولوا لإيه ما تعرفش، محدش فينا يعرف، محدش فينا عارفين لما يروح، مش قادر يقول لنا برضه. بس اللي أعرفه الناس كلها ماشية يا جماعة. في حاجات صدقوني أنا نفسي اتعلمتها، أنا مفيش حاجة تقدر تغيرها، في حاجات معينة مش تقدر تغيرها، مش تقدر تمنع حد إنه يموت، مش تقدر تغير ميعاد موته. كل اللي تقدر عليه هو إن أنت تجوهم في حياتك، تحاول تمشي زي ما كنت تقول له، ما تحاول تعمل عليك. لو أنت عايز تزور زور، عايز تقول انا بحبك روح قول اللي بحبك، المهم اننا نكمل في طريقنا. ودي اخر نقطه معانا، زي ما قلت في الاول الحياه مش طرف لحد، ولكن تخيل كده معايا ان الشخص ده اللي انت سابك، بلاش اللي مات، الشخص اللي سابك لسه عايش موجود، في فرصه انك تقابله طبعا صح، في فرصه ان هو يغير رايه وانت تغير رايك عنها تتقابله تاني، ولكن الكلام ده مش هيحصل. عارف ليه؟ عشان ببساطه اي حد فينا بيوقف حياته عامل زي اللي ركب في الاستراحه والشخص التاني اللي سابه ماشي على الطريق السريع، فانت هتقابله ازاي؟ انت هتقابله ازاي وانت راكن في الاستراحه او في الريست او مستخبي في الحته الجانبيه في الطريق وماشي على الطريق سريع، ماشي على 120 160 وانت صفر ولا حتى يا سيدي هتلحقه، مش تلحق تعمل حاجه. ونفترض لو الشخص ده في الباند بتاع لو شخص مات وحد قريب منك، فهو برضه مش مبسوط انك توقف حياتك عشانه، هو زي ما بقول لكم اكيد عنده حياه تانية خارج ادراكنا ومعرفتنا دي، فلما يجي يبص عليك او يجي له اخبارك هيتضايق ان انت وقفت حياتك. يعني انا بقول لنفسي قبل ما اقول لكم يا جماعه بلاش نعزل نفسنا مرتين، الحياه عماله تمشي للاسف من حوالينا ومش بتمشي، دي بتجري وبتطير واحنا واقفين في مكاننا، وللاسف مفيش امل اننا ننسى ونبقى احسن غير لما نقوم وننهي نفسنا زي ما بيقولوا، نامل ان احنا نقابل الناس اللي سابونا دول في عالم اخر وفي وقت تاني من حياتنا نكون احنا كويسين، فلما نتقابل نكاتشب او نعرف اخبار بعض وكل واحد ايه في وقت ما لاحق. ولكن دلوقتي ما عندناش حاجه نعملها غير ان نتقبل ونجوء زي ما قلت، نتقبل ونجوء، ده الحل الوحيد. يعني اتمنى كل حلقه عجبتكم، ما تنسوش تتابعونا عشان تسمعوا باقي الحلقات. كالعاده انا كنت معاكم عمر الدش من مسرح الاسرار والافلام، سلام.